السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم على الجميع، ينعاد بالخير والصحة والعافية. وإحنا مقبلين على انتهاء شهر رمضان. قريب العيد إن شاء الله، ينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة والعافية وتحقيق الأمنيات. ما بقى شي على رمضان ويجي العيد الفطر. بنات، طبعا جيت لكم بموضوع مفيد وجديد. كيف تعرفي انك عليك نوع من العوارض الروحانية؟ ونجي على اول عارض، طبعا هو عارض التابعة. كيف تعرفين يعني انت عليك تابعة؟ شلون تعرفين انت عليك تابعة؟ ما يحتاج ترحين الى كشافين وغيرها. طبعا انت تقدرين تعرفيه بانه عليك تابعة وما عليك على تابعة، او اي عارض ثاني. طبعا من خلال الأحلام المتكررة. إذا حلمتي بحلم متكرر، ركزي على الحلم. إذا ما عرفتي تفسيره، شوفي مفسرين الأحلام، هم اللي حيفسرون لك حلمك وراح يقولوا لك أنت شنو عليك. طبعا أحلام التابعة شلون تعرفينها؟ التابعة أكو شيء تبعك. إذا تحلمين بأن حيوان يتبعك، أو إنسان يتبعك، هاي معناته أو يركض وراك، هاي نوع من التابعة. وإذا تكرر عليك، هذا يثبت أنك أنت عليك تابعة. فالتابعة تتبع، يعني الروحاني تتبع، يتبعك. فمن تحلمين إنسان يركض وراك أو يمشي وراك أو حيوان يمشي وراك أو راكض وراك، معناته دليل على التابعة. وأكثر شيء التوابع تجي على اللون الأسود، ألوان سوداء. تأثر التابعة على تأخير الزواج وعلى تأخير الحمل، أو على إسقاط الجنين بالشهر الثالث أكثر شيء. يعني حتى لو يصير عندك حمل بالشهر الثالث، يصير عندك إسقاط. هذا تأثير نوع من التابعة. فلازم شو علاجه؟ علاج التابعة طبعا أكو قطع التابعة نهائيا، وأكو قطع مو دائمي، مؤقت في فترة الحمل، أو فترة مثلا أنت تردين تجيلك قسمة تشيلين هذا الحرز. أكو حجابات وسبوحات تسبحين بها، وحجابات تشيليهن على مود لا تأثر عليك التابعة، ولا تأثر على قسمتك، أو ما تأثر على الحمل، أو ما تأثر على تأخير الحمل. أتمنى يكون هذا الموضوع مفيد واستفدتي من عنده. لا تنسين الاشتراك وضرب الجرس واللايك، وإن شاء الله كل شيء جديد. طبعا هذا لا نقل ولا ماخذته من أي شخص ثاني. هذه شغلات أنا جاي أشتغل بيها، وعندي خبرة بيها، وأني يعني بعرف بهاي الأمور كلها. وإن شاء الله بموضوع ثاني تعرفين شلون تعرفين إني عليك مس أو عليك سحر أو عليك أمور روحانية. تفرقنا بس للتابعة، لأن هي جاية هواي تأثر على المرأة والرجل. الرجل تأثر عليه بقلة الرزق، وين ما يروح يلقى قدامه مسدودة. التابعة له ما تتبع بس المرأة، تتبع حتى الرجل، وتأثر حتى الرجل. وطبعا المرأة إذا عليها تابعة تأثر على زوجها، تأثر على العائلة، وأكثر شيء الرجال، يعني أكثر شيء زوجها تأثر عليه، تخليه قلة الرزق، ما عنده حظ ويا الناس ولا بالشغل. وتوصل شغلته مثلا، إذا يريد شغل توصل للحلق على قولتكم وتوقف. هاي تابعة المرأة تأثر على الرجال، مو بس تأثر على نفسها. ومشكورين، وإن شاء الله تستفادون من هذا الموضوع. ولا تنسون حبابين اللايك والاشتراك.